هنشوف ايه المشاعر اللي احنا بنعدي بيها في الفترة دي وبنعاني منها، وايه الذكر اللي محتاجين نردده عشان نطهر من المشاعر دي. تمام. فاحنا هنقسم برج القوس ل3 عشريات، عشرية اولى وتانية وتالتة، عشان يبقى في معانا طاقة اكبر وطاقة احسن. تمام. وناس كتير، يضم ناس كتير. يلا بينا. مواليد العشرية برج القوس، الشهور يعني من الوقت الحالي. عشرية في الوقت الحالي. بص، واضح يا برج القوس ان انت بتعيش يعني بتعيش فترة حلوة، بتعيش فترة كل الناس بتبص عليك، كل الناس ممكن تكون ناجح في شغلك، لسه متجوز جديد، لي في احتفالات، كل الناس بتبصلك من كل ناحية، حتى في الأضواء مسلطة عليك بمعنى أصح. بس انت عندك حاجة يا برج القوس، ان انت محتاج ان انت تعبر عن نفسك بشكل صح. دي تنقصك بس يا برج القوس. وتتخلص من شكك في الآخرين. تمام. وشكك في نفسك، انت ممكن تكون مش حاسس انك واصل لكل ده، بس انت شاكك في نفسك انك وصلت لده. تمام. فانت محتاج ترفع استحقاقك شوية، وتعرف انك تستحق ان الاضواء تسلط عليك، وتعرف ان ممكن تكون في ناس كتير بتغير منك على فكرة. ولما بتعرض لناس كتير بتغير مني، فده معناه ان ربنا عايز يوجه نظر ان في حاجة جوايا حلوة. بص عليها، الناس اصلا بص عليها وشايفاها، طب انت ليه مش شايفها ومش باصص عليها؟ تمام. فانت محتاج تطهر الحته بتاعت الثروت شاكرا دي، وبالذكر الله الحي، الله الحي. ماشي، ممكن تقولها 100 مرة بعد كل صلاة، بس المهم ان انت يعني تحس بيها وتقولها وتحط النية. تمام. ماشي يا برج القوس. ده بالنسبة للعشرية الأولى. تعالوا يلا نشوف العشرية التانية. العشرية التانية برج القوس. الحاجة بص، واضح يا برج القوس العشرية التانية، انتوا بتعانوا من حتة ان انتوا ما بتجيبوش الفلوس غير بصعوبة جدا، بتعافروا وتشتغلوا. بص الراجل دوت، يعني هو جايب كوين وجايب فلوس، وبعد كده بس بص ايديه متبهدلة ازاي. فانتوا بتعافروا تنحروا في قلبكم يعني بمعنى اصح. وتتعبوا عشان تجيبوا، بتجيبوه. بالنسبه لكم بتبقى حاجه كبيره قوي، وبس برضو بالنسبه للوضع بتبقى انتوا شايفين ان هي قليله. وده اقصى حاجه بتقدر تعملها يا برج القوس. ف فانت حاسس بالهم، بالكرب، بالاسم، رغم ان انت حاسس انك بتعمل اقصى ما عندك واحسن ما عندك عشان توصل للي انت عايزه. وتكبر مادياتك، او تكبر في شغلك، او تكبر في مستقبلك او كده. فالحالة اللي انت فيها دي مخلياك حاسس بهموم، بكرب، بغم. فانت محتاج انك تردد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. دي اكتر حاجة هتساعدك الفترة دي يا برج القوس. في الوقت ده محتاج ترددها على طول، محتاج تقولها بعد كل صلاة، ممكن 100 مرة تقولها بقى، تقعد بالليل كده وتقولها، بس المهم تحس بيها. هي دي كمان بتبقى موجودة في أذكار الصباح والمساء، فممكن تقولها 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل. فاهم؟ يعني المهم ان انت تقولها. ماشي. خلاص يا برج القوس. بس ده بالنسبة للعشية التانية. ما نشوف العشية التالتة لبرج القوس. الحاجة اللي بيعاني منها شغل. انت اصلا منعزل. العشية التالتة انتوا منعزلين خالص، منعزلين زي في اجازة محارب كده. الفكرة اللي محتاج يبقى
حاسس انك حزين زعلان، قلبك موجوع، بس انت في فترة تشافي منه، في اجازة حاسس ان انت عندك وجع قلب كتير جواك. يا برج القوس، بالنسبة لده بتكلم للعشية التالتة. حاسس ان انت في بلاء فمش عارف تعمل ايه، فلو اديني قاعد وساكت ومنعزل. اللي انت محتاج تردده يا برج القوس، دعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. عايزه اوضح لك حاجه يا برج القوس، ان احنا ليه بنقول ليه من احنا بيبقى بيجيلنا ابتلاءات هم وحزن، بس اعوذ بك من العجز والكسل عشان ما يبقاش عندي ولا عجز ولا كسل وانا بواجه الهم والحزن ده، اكمل طريقي وابقى صابر، فاهمني؟ واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ده وردك الفترة دي يا برج القوس. للعشية التالتة ممكن تقول 3 مرات الصبح 3 مرات بالليل. مهم تحط النية لزوال البلاء وزوال الهم والحزن والعجز والكسل لو انت وصلت للمرحلة دي، ومتهيألي انت واصل لها. وعشان ترفع البلاء عنك 3 مرات الصبح 3 مرات بالليل، بس تحط النية وتقولها من قلبك. تمام؟ ده اللي انت محتاجه. قولولي رأيكم في التعليقات، ولو حابين ان احنا نكمل القراية دي نعملها كل اسبوع مثلا، عشان تعرفوا ايه الاوراد اللي انتوا هتقولوها او الدعاء او الذكر اللي